السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الكشري المصري. معايا كده قيمة شفشق طماطم، ومعايا رز، ومعايا بصل، ومعايا معلقتين توم، ومعايا مكرونة نوعين، ومعايا عدس بجبة، ومعايا حمص، ومعايا خل، ومعايا معلقة دقيق، ومعلقة بيكنج باودر. ولو انت حابة تحطي نشا عادي براحتك انتي، دي حرية ليكي انتي. يلا بينا نجيب حلة نحط بقى فيها مية علشان نعمل مكرونة. انا جبت حلة وحطيت فيها مية وهسيبها تغلي، وهجيب قيمة معلقة زيت واحطها فيها، واجيب نص معلقة ملح صغيرة واحطها كمان فيها، واسيبها اما تغلي واحط المكرونة. هي غلت معايا اهي. هحط بقى اول نوع مكرونة. تمام كده. وهحط كمان النوع التاني، وهقلبهم بقى كويس عشان ما يلزقوش في قلب الحلة من تحت. كده قلبناها يا حبايب قلبي. هنسيبها بقى تتسلق بس مش هنسلقها جامد. وهحط الزيت على النار علشان اعمل البصلة بقى واحمرها فيها. انا كده معايا قيمة 3 بصلات. هحط بقى الدقيق والبيكنج باودر عليها واقلبها كويس. نقلب كده بالمعلقة. تمام كده. هحط كمان شوية تانيين علشان كل المكونات تروح في البصل. تمام. انا حطيت كده الزيت بس ايه ساعة ما انا كنت بعمل البصلة كان النور قطع عندي وكنت شغالة على الفلاش. كده انا حطيت البصلة يا حبايب قلبي. هي كده اتحمرت من جنب. هقلبها واطلعها. هسيبها اما تتحمر واطلعها. هجيب بقى حلة وعرق البصل بتاع الزيت بتاع البصل. انا هاخد منه اصفيه وهاخد منه للصلصة. معايا نص معلقة توم وهحمرها كويس. نخليها كده مصفرة. ومعايا انا جبت حله وحطيت فيها ميه وحطيت فيها العدس وحطيت فيها الحمص يتسلقوا. بس انا وقعت في غلط اول مره اقع فيها. انا كنت بحط العدس لوحده والحمص لوحده. يعني هما بيتسلقوا. بس انا قلت النهارده هحط الاتنين مع بعض. انا كده هحمر التومه. خليها تاخد صفارة كده واحط عليها بقى الطماطم. هي كده خدت لون معايا. هنزل بقى بالطماطم. تمام كده يا حبايب قلبي. هجيب بقى البهارات بتاعتي. معايا مرق دجاج ومعايا بابريكا ومعايا ملح ومعايا كمون. هنقلب كل المكونات ديت ونسيبها بقى تتسبك معايا. ما تنسوش ليه يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا جديد فضلا ليس امرا. هجيب بقى معايا حلة تانية علشان نعمل بقى الرز بشعرية. انا جبت الزيت برضو من بتاع البصل اللي انا محمراه صفيته وحطيته. والشعرية دي يا حبايبي انا كنت محمراها في الفرن قبل كده وعيناه. بس انا لازم احط شوية زيت واقلبهم فيها كده عشان تاخد بقى طعم البصل معايا. وهحط كمان الرز وكنت نقعاه. هنقلب كل المكونات دي ببعض. هنقلب بقى الرز كويس في بعضه هو الشعرية. هجيب بقى المية واحطها واقلب كده شوية عشان بعد ما اقلبها هحط بقى الملح واظبط بقى ايه المية بتاعتي. تمام كده. نظبط بقى المية. انا كده ظبطت المية بتاعتها. هجيب معايا الملح احطه. وهجيب معايا مرق الدجاج وشوية كمون وعود قرفة احطها فيها عشان تدي طعم وريحة كده. نقلبها شوية ونسيبها بقى تغلي. وبعد ما تغلي هنهد عليها. انا كنت سلقت المكرونة وصفتها وجبت حلة وحطيت المكرونة فيها. وده بقى الزيت بتاع قلية البصل. هاخد منهم شوية واقلبها فيها.
تمام كده نقلب كل المكرونة حلو علشان الزيت بقى يدوب في المكرونة. يعني وهدي عليها. تمام، نقلبها كلها من تحت عشان المكرونة ما تلزقش في الحلة من تحت. انا بشكر حبايب قلبي اللي مشرفينا من خارج مصر ومن جوه مصر، وتعليقاتكم الجميله اللي مشرفيني دي. ما نحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. تمام كده انا قلبتها كويس. هجيب بقى حله تانية وهاخد برضو من الزيت بتاع البصله علشان نعمل بقى الدقه بتاعه الكشري. الدقه دي دي توم، معايا معلقه توم كده كبيره. هحمرها كويس واحط عليها قيمة نص كوباية خل وكوباية مية، واحط بقى الملح بتاعها وكده. الخل اهو. هقلبها بقى كويس عشان البخار ده انا مش كنت عارفة اصور منه. وهاخد من الصلصة معلقة كده كبيرة صلصة، واقلبها فيها عشان تدي لون كده حلو. تمام كده. وكمان معايا الصلصة اتسبكت اهي معايا. انا جبت بقى معايا طبق حطيت فيه رز من تحت، وعليها كده المكرونة من فوق. وهحط بقى صلصة على وش المكرونة من فوق، داير ما يدور كده من فوق. انا هحط شوية بساطة علشان ساعة الاكل بقى هيكون في طبق من ده وطبق صلصة وطبق دقة للي حابب يحط. وبعدين هحط العدس بجبة. هجيب بقى معايا الحمص واحط شوية. انا الحمص سلقته مع العدس، بس اول مرة فعلا اعملها اغماء معايا. قلت توبة، بعد المرة دي هعملها تاني. هحط بقى البصل. شوفوا ما شاء الله البصل شكله جميل قوي ومقرمش كده. تمام كده يا حبايبي. هزين بقى في الطبق من الجناب حمص. اللي حابب بقى ياكل حمص يا كده الطبق بعد ما جهزته يا حبايب قلبي. انا كنت فاتحه لكم الفلاش، هقفله اهو. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.